اهلا بيكم. انفض المولد بلا جديد. الاهلي اللي خد الدوري الاربع سنين اللي فاتوا ابدا ما يفرط في الدوري سنه، حتى لو كانت الخامسه او لو كانت البطوله رقم 34. الكل توقع ان المباراه الفاصله تكون صعبه على النادي الاهلي وتكون اقرب للاسماعيلي اللي رجع من بعيد قوي. الاسماعيلي كان في اخر الدنيا، فضل يتسحب واحده ورا الثانيه لحد ما وصل كان هيبقى بطل الدوري. لولا دقيقه ونص هي كانت الفيصل ما بين هدف احمد فتحي في مرمى طلائع الجيش وبين ان الاهلي يلعب مباراه فاصله مع النادي الاسماعيلي. النظام كان كويس والجمهور كان كويس والتحكيم كان كويس والمباراه كانت كويسه، بل كويسه جدا. الاهلي سجل هدف بعد 25 ثانيه لابو تريكه، احتسب تسلل، لكن في شك كبير جدا انه هدف صحيح، لانه الظهير الايسر احمد سمير فرج ممكن يكون كان مغطي، لكن التصوير ظلمنا فمش قادرين نقول الكوره كانت تسلل ولا مش تسلل. لكن فلافيو قال لابد ان نعمل وداع جيد لنفسي وايضا لمانويل جوزيه. كالعاده ضربه حره من جيلبرتو ورأسيه من فلافيو، وهدف ولا اجمل في الدقيقه الخامسه من بدايه احداث اللقاء. اشتعلت المباراه لانه الاهلي نزل بكل صفوفه تقريبا والاسماعيلي نزل كمان بكل صفوفه. الاهلي ظروف المباراه خدمته، هتكلم ليه وهنتكلم فنيا برضو شويه زي ما اتكلمنا فنيا وتوقعاتنا قبل اللقاء. بركات غائب للاصابه، عمر جمال غائب للاصابه، تساوت الكفتان. لكن عمر جمال يفرق في الاسماعيلي اكتر من بركات يفرق في النادي الاهلي. الاهلي نادي بطولات وعنده العديد من البدلاء، لكن الاسماعيلي بيحلم بيتمنى البطوله، وكانت جايه له النهارده على حساب النادي الاهلي. تشكيل الاهلي كان رمزي صالح لحراسه المرمى مهزوز، مش في حالته، بقى له 5 مباريات من ساعه الهدف اللي دخل مرماه في انبي، وبعد كده الاهداف اللي دخلت مرماه في كانو بيلرز، والدوري العام الفتره الاخيره عنده هزه، ما مسكش الكوره على مره واحده النهارده، كل الكوره يا اما على مرتين يا اما 3، واحده خدت ايده وعدت. لولا حسن الحظ ولولا التغطيه الممتازه من احمد السيد ومن شادي من وائل كان اسكنها مصطفى كريم في المرمى. لكن بصفه عامه رمزي ما كانش في حاله جيده. على الجانب الاخر محمد صبحي قدم افضل واحلى عروضه من ساعه ما شفته بيلعب حارس مرمى لحد النهارده. انقذ انفرادين مؤكدين، واحد لاحمد فتحي والتاني لابو تريكه. تحركاته في المنطقه ممتازه، وقت المسك بيمسك، وقت اللعب بالبوكس. كمان كان عنده ميزه جميله النهارده، بدء الهجمه بالايد كان مفتقدها من زمان، مسيطر على منطقه جزائه، واضح كمان انه مسيطر على خط دفاعه بشكل جيد. الاهلي لعب بشادي ليبرو في افضل حالاته، افضل مبارياته. قدامه احمد السيد وائل جمعه فكرنا بوائل جمعه 4-5 سنين فاتوا، او وائل جمعه بتاع الامم الافريقيه 2006 بالتمام والكمال، نجم المباراه الاول من النادي الاهلي. لعب على الجنب اليمين باحمد صديق، وعلى غير العاده النهارده مانويل جوزيه ما غيروش، لانه بالفعل ادى واجب هجومي ممتاز وواجب دفاعي اكتر من ممتاز. عمل حاجه جديده ما كانش بيعملها وهي التغطيه. انقذ اكتر من كره، منها كره خطيره جدا من امام قدم عبد الله السعيد كانت كفيله انها تكون هدف التعادل لنادي الاسماعيلي. لعب في الشمال بجيلبرتو، كان ليه واجبات محدده قام بيها باقتدار الحقيقه. نقدر نقول ان الخماسي شادي واحمد السيد وائل جمعه، وعلى يمينه احمد صديق وعلى شماله جيلبرتو، كانوا كويسين. نص الملعب نقول الظروف خدمت الاهلي في ايه. لعب مانويل جوزيه بمعتز اينو وحسام عاشور جنب بعض، قلت لكم بيضيقوا الملعب، بيخلوا الملعب كده، لان الاثنين مهمتهم واحده. لما الاهلي سجل هدف بدري في الدقيقه الخامسه تقريبا، اتاخر حسام عاشور لتحت، بقى زي ما يكون ليبرو متقدم لاحمد السيد ووائل جمعه، لدرجه ان احنا شفناه بينقذ كره خطيره جدا من امام قدم محسن ابو جريشه مهاجم النادي الاسماعيلي داخل منطقه الجزاء، شتتها وانقذها رمزي صالح، او مسكها رمزي صالح داخل منطقه جزاء النادي الاهلي. في الظروف الطبيعيه حسام عاشور بيلعب قدام منطقه جزاء النادي الاهلي، قدام المنطقه وقبل منطقه جزاء الفريق المنافس، بيحصر لعبه في 50 الى 60 ياردة. لما الاهلي سجل هدف بدري، حسام عاشور بقى يلعب في نص ملعبه كمدافع، والناس متقبله ده، الناس مش زعلانه من ده، لان انت بتحافظ على هدفك. فبقى حسام بياخد الكرة من بعيد قوي ويمرر ويكمل 30 ياردة لقدام. شفناهوش غير مره وحيده امام منطقه جزاء النادي الاسماعيلي، وما كانش مطلوب منه انه يهاجم. معتز اينو كان قدامه بحوالي 20 ياردة، ليه شويه صلاحيه
في نص ملعب النادي الاسماعيلي، لكن كلها صلاحيات دفاعيه. فبقى النادي الاهلي عنده خماسي دفاعي ما بيتحركش: شادي، احمد السيد، وائل جمعه، حسام عاشور اللي بقى كظهير، وايضا قدامه المعتز بالله. اينو بقى 5 اقوياء جدا. بيضم احمد صديق من الجنب اليمين في تغطيه عكسيه. جilberto واخد الجنب الشمال كله رايح جاي، لكن معظمه دفاعي. والدليل احنا ما شفناش ولا كره عرضيه لجilberto طوال اللقاء الا الضربه الحره المباشره اللي سجل منها فلافيو الهدف. لعب بعد كده بابو تريكا، ولعب بعد كده بفلافيو. ده كان تشكيل النادي الاهلي. والنجم الاول من وجهه نظري احمد فتحي. احمد فتحي لا تعرف له مدافع ولا تعرف له مهاجم. انا بعتقد انه اللاعب صاحب الاربع رئات، اللاعب اللي بيشوف بظهره. بسم الله ما شاء الله، مهاره فرديه، قوه بدنيه، سرعه غير عاديه، قلب وحماس وروح غير عادي. بينقذ من قلب منطقه جزاء النادي الاهلي، وبعدين كان هيسجل هدف مارادوني كاد ان يكون اجمل اهداف الموسم، لما فات من واحد والتاني والتالت وانفرد بمحمد صبحي، بدل ما يحطها تشيب من فوقيه سدد انقذها صبحي ببراعه وباقتدار. كانت هتبقى هدف الموسم والهدف الاهم لاحمد فتحي، لانه فتحي في الاوقات الصعبه موجود. سجل في الزمالك وسجل اغلى اهداف الاهلي من وجهه نظر الشخصيه. الهدف اللي سجله مع احمد فتحي في مرمى طلائع الجيش هو اللي جاب للنادي الاهلي بطوله الدوري العام، لانه كان في الدقيقه الاخيره تقريبا او الدقيقه ونص اللي كان النادي الاهلي او كاد النادي الاهلي يسلم الدوري العام او درع الدوري العام للاسماعيليه. فلافيو عمل اللي مطلوب منه، سجل هدف شاكس الثلاثه المدافعين سواء ابراهيم يحيى او المعتصم بالله سالم او داريو كان. هرب مره وحيده من داريو كان في الضربه الثابته سجل منها الهدف، وهرب مره ثانيه لكن جت سهله في ايد الحارس محمد صبحي. غير كده ما كانش مطلوب منه حاجه. بيتحرك يمين، بيتحرك شمال، بيتحرك من القلب. ادى الفرصه لابو تريكه اللي جه مرتين، مره سجل هدف من تسلل في الدقيقه الاولى، ومره الثانيه انفرد وانقذ محمد صبحي. خلينا برضو نكون امنا، ابو تريكه ما كانش في حالته، لكن وجوده باسمه بكيانه بقدره بنجوميته عمل رعب وعمل كهرباء لدفاع النادي الاسماعيلي، رغم انه اتغير بعد كده قبل النهايه. لكن ابو تريكه يظل ليه شكل في الملعب، يظل ليه خوف. يعني الفريق المنافس لما بيشوف بركات، لما بيشوف ابو تريكه، لما بيشوف فلافيو، في اسماء لازم تفضل عامل لها حساب حتى نهايه اللقاء. والكلام ده بقوله عشان لما اوصل لفرقه النادي الاسماعيلي. لما تقول لي نجوم المباراه من النادي الاهلي اقول لك نمره 1 حسام عاشور، وظروف المباراه خدمته، ادى الواجب الدفاعي كما ينبغي. نمره 2 وائل جمعه، قام بدور الظهير الثالث، رقابه، جديه، قوه، كل حاجه الحقيقه مطلوبه. كمان كان عنده موقف صعب جدا، انه خد انذار في بدايه اللقاء والحكم ده حاسم ما بيعرفش التهريج. مع ذلك وائل جمعه قدر يفرمل نفسه بشكل جيد، وقدر انه يحتفظ بهدوء اعصابه حتى نهايه اللقاء، مع انه هما الاثنين هو واحمد سيد بيلعبوا على 2 مهاجمين من العيار الثقيل، مصطفى كريم ومحمد محسن ابو جريشه. احمد فتحي يبقى صاحب العلامه الكامله من وجهه نظري الشخصيه: دفاع، هجوم، تسديد، مراوغه، انضباط، التزام، مكلف برقابه حد بيبقى معاه ما بيسيبوش. غير كده بيقدر يكمل وبيزيح، يعني بياخد النادي الاهلي كله من نص ملعب النادي الاهلي وينقله قدام نص ملعب الاسماعيلي او قدام نص ملعب الفريق المنافس، فبيريح فرقته بشده. تحركاته واعيه جدا سواء على الجنب اليمين او من القلب، تسديداته جيده، لعيب كوره الحقيقه كل حاجه بسم الله ما شاء الله موجوده عند احمد فتحي.